قبل شوية كان حسيب يمي يقول لي ماهر من حقه يطلع من البيت، واني اقول لا، مو من حقه. نفس الوقت اقول لازم يرجع، واكيد يرجع، واقول خليه يروح، واقول لا، يجي، لان ما يقدر يفارق ابوه ولا يقدر يفارق قمر. ماهر ليل نعسان ويحتاج قمر، وانتي هذا القمر، وداعتك خلي قلبك بارد، يرجع وغصبا ما عليه. على شواطئ دجلة مور. ادري ايش بيكم؟ يعني بس الهم يمكم؟ اهلا براق. اهلا. انا جيت على المدام، هي بالبيت؟ يا بيت، ما عاد اكو بيت يا براق، ما عاد اكو بيت يجمعنا، واذا اكو بيت يجمعنا فماكو غير المشاكل. المهم هي تعتبر البيت سجن وانا سجانه. انا محتار يا براق. انت محير نفسك، لازم تكتشف طريقه لتصرف ويا رازقيه. رازقيه يرى تتصرف وياها بود. حتى الود تعتبره خديعه. اني اريد اكتشف طريقه شلون اتصرف وياها مدى الكي. ما يخالف استاذ فؤاد، حالتها المرضيه خليتكم شويه مرتبكين. وديني إلها، خليني اطلع على حالتها اني. ترى رازقيه رافضه منطق واحد يقولها انت مريضه، واذا تروح وتقول لها انت مريضه راح تعتبرك عدو لها. لا تخاف فؤاد، انا راح احكيها بصفتي كطبيب، لا تعقد الامور اكثر. ماشي، هي ما موجوده بالبيت، اكيد تلقيها بواحد من مكاناتها. يلا يابا، امري لله، تفضل. رازقيه، اجى الدكتور براق. جبت لهنا؟ لا، هو اصر يجي يشوفك ويحكي وياك. اكيد راح اسمع منه نفس الحكي، مو هو نفس اللي انطاني حبوب مهدئه؟ خلي بعلمك، الحبوب المهدئه انت سببها. ما يخالف، انا السبب، بس ارجوك استقبلي براق بلطف، ماشي؟ مرحبا ابو خليل. اهلا دكتور براق، اهلا. يا معودة استاذ فؤاد شلون قلب عليك؟ على شنو اشكالك مني؟ ليش تشكيله مني؟ اكيد يقول لك انا ما مرتاح بالبيت، في تشوف اوهام واحلام، مو هالشكل؟ بالعكس، فؤاد شايل هم للحاله اللي انت بيها، حقك علي. رجاء دكتور، انا مو مريضه ولا بي شيء، اذا انت تشوف مثل ما يشوف هو فخلي علمك بنفسك. رازقيه، خليني احكي فؤاد. اذا دكتور براق يتصور الحلم مرض فيعني حكم على كل الامهات ناقصات عقل. مشكور دكتور براق، ومشكور فؤاد اللي قال لك مرتي طار عقلها. تفضل، هاي مهدئاتك ما احتاجها.
أنا آسف براق، راسقية تصرفت على أساس حالتها، أنا آسف جدا. ولا يهمك استاذ فؤاد، انا اصلا غلطان بهاي الوصفه، وخليل ما بيها شيء، هي شويه متوتره بسبب الظروف، لا اكثر ولا اقل. انا استاذن. إذا كنت متحمل تصرفاتك وسلوكك ما أسمح لك تهين براق، مفهوم؟ أنا مهنة براق، كل ما هنالك قلت له أنا ما بيا شيء، وافتهم كل زين إنه أنا ما بيا شيء. الظاهر تريدين توصلينا إلى طريق مسدود. خلاص طلقني. ام قمر، لا تذبوا المويات بالحوش، بس كنس رحمه لابيك. خير حسيب، السامع، شو احنا طول عمرنا نغسل الحوش بالمي وانت ما تحكي. رحت اجمع الايجارات مال فؤاد ابن لبنى خاتون الله يرحمها. لقيت واحد من البيوت من وراء المايات مهجوم هجيمه، المؤجر لعب بطوبه. لا عيني لا، شيلهم، البيوت امانه برقبتك من زمن لبنى خاتون الله يرحمها. انطيته مهله 3 ايام حتى يشيل، واذا ما شال اجيب عليه الشرطه. اقول لك حسيب، انت شلك بهالمشاكل؟ انت رجال متعب كافي عاد. وعندي ولد مثل ابناء، يقول ابويا كبر واساعده، ملتهي لي غير بس بالسهر وطقح الحظ. يما بس لا راح يقعد وصل هوسه. احسن، زين يسوي، خلي شو على اذانه بصل. اقول لك يما، من وغاد كنسي البيت بس كنس، لا بالمي، خلصينا من حسيب يا معوده. صار يما. اكرام، قوم، اريد اعرف وين شفت البارحه؟ ما قدرت احكي وياك لان الناس كانوا نايمين. قوم يلا. يابا خليني شوي انام. لك نوم ايش هذا؟ قوم خليه افتهم منك. ايه يابا ايش تفتهم؟ ليش شارب؟ ليش تجي سكران يومية تطوطح قدام الناس؟ لك يا ابني وين راح المستحى؟ يعني هيجي نقطة وزايحة؟ يابا يعني مقعدني حتى تقول لي ليش جاي سكران؟ ادري شنو شرطي؟ لك بابا، الى متى تبقى هالشكل طايح حار؟ لك ابني المثلك واللي بعمرك متزوج وعنده طوب جهال، ما تقول لي انت ونيام الله، بتفهمني؟ تبقى تتطوطح بالليالي وين ما ادري وين؟ يعني يابا تريدني اقعد بالبيت مثل النسوان؟ لا يابا، لازم ما تبقى بالبيت وتبقى صايع بين ملها وملها. هو يعني يوميا نفس القوانين؟ مو مليت من الحكي يا يابا. الله خلي من زين وخلاك علي الله. حسبي الله عليك يا اكرم. هاي شكل يوم شو عاقب بين حسيب واكرم؟ اذا واحد الله مطيح حظه، شلون تريد ابوه يحكي وياه؟ يهفي على قذلته؟ اكرم، ايش خبرتني؟ مزاحم قلت لك تجيني هسه؟ ترى تعبان ودايخ واريد لي انام ساعه ساعتين. يبدل بسرعه وتعال عندي شغله وياك. شغلتي ايش؟ لك بابا، هي بدون ما اصيح ابوك لازمك من ياختك، النوبه اذا اقول لك اياها يسحلك سحل. يلا بدل بسرعه وتعال. تنتظرني العاد. مزاحم؟ بعد لا تطب للبيت. ليش يابا؟ شو تقول العالم؟ انت مطلق قمر ويوميا طاب طالع للبيت؟ أنا قضيت عمري أطب وأطلع لهذا البيت،
والمنطقة كلها تعرف على مود من أنا طب. أنا طب على مود أكرم، مو على مود أحد ثاني. لو تريدين تغطين على بنتك. مو عيب هذا الحكي مزاحم؟ ما تستحي؟ شنو أغطي أنا على بنتي؟ بنتي وين؟ طابة طالعة هالمسكينة، شو 24 ساعة مقابلتني وقاعدة. مقابلتها وقاعدة. سكتي بالله سكتي. السترة على روحك وعلى بنتك. أكرم! لك ما تقولي وين صرت، فهمت؟ جيتك صبر شوية. سويتك مزاحم. راجع لك. خير؟ اشوف من صح عليك اكرم، قعدت مثل الحصان. يعني حتى بالنهار من نطلع تقول لي وين؟ ترى اخذتها كلش يابا. وين ماخذ اكرم؟ عندي شغلة ويا يا عمي حسين. أنت مو تريده يشتغل. شغلتي ايش؟ شغلتي ايش اللي يفلح بيها اكرم المدلل؟ ليش ما يجي وياي يشتغل بالدلالية؟ مو الشغل خير من الله بالكرادة. يابا ما لازم، فقط يفتر لي على بيوت فؤاد ابن لبنى خاتون، يجمع الإيجارات، يرمم على الحدقشية. عمي حسيب الله يخليك، دعوفه لهاي الشغلة مالتك، أنا جايب له شغلة كلش حلوة. يلا مزاح، ترى إذا تظل تحكي ويا أبويا تصير مشكلة كبرى، امشي. يعني شلون؟ يبقى مزاحم طالع البيت يوم؟ يعني شو اسوي له نعم؟ قبل اسد الباب بوجهه؟ هو متعود من هو صغير يطب ويطلع لهذا البيت، ماكو الا نشيل. شنو نشيل اليوم؟ يما اني ولدت بهذا البيت، بعدين خلف الله على عمي حسيب، اشو دا ياخذ الايجار بسعر التراب. يما بعدين انت قاعد مالت ابويا، ما يكفينا حتى ايجارات، بيش نعيش؟ لا عاد سكتي، مو كل مره وتقولي لي مزاحم لا يجي. لا عاد انا راح احكي ويا عمو عدنان، اخليه هو يحكي ويا مزاحم يخليه بعد ما يوصل لهنا. هاي كلها على مود ماهر؟ شو ماهر ما قلبش لا من شتي بنيه ولا من طلقتي. يوم الله يخليك، ماهر شال منا وما خلص من حكيك. ماهر شال لان انت مشلبه بدياله، شال لان مشلبه بيه. عافية راح بالعافية. هذا اللوز، هذا السمك اللي يلبط، وينهم؟ وين الأكالة؟ هلا يابا اللي يفوت يسلم. عم عدنان ترى عندنا شغل ومستعجلين. مش رايدين منكم غير سلام عليكم. خير عمي ايش رايد؟ ما رايدين شيء يابا، ما رايدين شيء، روح الله وياك. هلا باللوتيه. اي بالله سولف لي، شنو هاي الشغله جايب لي اياها وبيها خوش راتب؟ شرطي. انا اصير شرطي؟ انت من كل عقلك؟ يا شرطي انت خريج ثانويه، يعني اذا طوعت بالوجه يشدوا لك نجمه وتصير ضابط امن. النوب امن؟ يردون شرطه وضباط امن، يعني يسووا له دوره مكثفه لمده اسبوعين، يشدوا له النجمه ويجيك الراتب الزين. لو تبقى اخر شغله هم ما اشتغلها، لك انا كتشه مرحبا ويا الامن. ايش بك يا ولد؟ واجبك 24 ساعه بالشارع، حتى من الكراده ما راح تطلع. يعني يجوز يخلون واجبك بالملاهي، لو يخلوك تراقب عدنان السماج. يجي عدنان السماج مهم اراقبه ويعطوني راتب؟ ليش هو هيك مهم؟ لك بابا عدنان السماج كان سياسي وزوجته ماتت بالسجن، انهزم هو من السجن واختفى، ما حد يدري بيه وين ما وين. من صارت المصالحة الوطنية رجع بهذا الثوب الجديد مال انه هو سماج. الدولة ما راح تطمئن لذولا، خاف واحد من عندهم يلعب بذيله حتى يقصوه. ولعلمك الكرادة ما بيها بس شيوعيين، حتى أحزاب إسلامية بيها. كل واحد من ذول الأحزاب عليه واحد مراقب من الأمن، مع هذا محتاجين هم بالأمن عناصر جديدة. أريد أسألك سؤال زاحم، صار ليش قد صديقك وما أعرف إيش تشتغل؟ هسه جاوبني، أنت تشتغل بالأمن؟
اي بالامن، مفوض بالامن. بس اكرم ما اريد هذا الموضوع يطلع، لا يسمع بي لا عدنان ولا ماهر، لين تصير مشكله. فاسمع كلامي، اقبل بهاي الوظيفه وعوف الملاهي مالتك احسن لك. حبيبي شغلة الملاهي عوفها إلي، وشغلة الأمن خليها إلك. جايب لي شغلة. طبعا انا اشكرك اللي اديت الدعوه. خلينا نجي مكان هذا نحكي على راحتك. طبعا يا راسقية أنا كل شيء متوقع، بس ما بتوقع توصل علاقتنا إنه أنت تطلبين الطلاق. أنا ما طلبت الطلاق، أنا قلت لك إذا ما تريدني طلقني. تصورين أنا ما أريد راسقية؟ الشيء الوحيد اللي أريده بهاي الدنيا واللي أريده يستمر وياي هو أنت. بعد ليش ما تفهمني؟ لا تصورين أنا ما فاهم إحساسك، بس الشيء الوحيد اللي أنا ما فاهمه أنت ابتعدت عني، مشاعرك راحت لاتجاه ثاني، وهذا اللي يهمني مشاعرك يا راسقية. ابني خليل إلى الحق ياخذني كلي، هذا ابني جقر قلبي. ما معقولة ياخذك مني هو جو التراب. مو جو التراب، هم بديت أشك بحدثي، مو جو التراب، فهمني. شفهم راسقية شفهم. ترديني أؤمن بالحدث والأحلام والخيال؟ لا، الحقيقة اللي لازم تؤمنين بيها إنه ابنك ميت، ومثل ما ترديني أني أفتهمك افتهميني وسمعيني. راح أحكي لك واقع، الحدث يبقى حدث، والخيال والأحلام ما له علاقة بالحقيقة نهائيا. ما بيها شيء إذا تستذكرين خليل وأيام خليل. كل واحد من عندنا عنده ذكريات ويعتز بيها، يعني كل إنسان بهذا الكون عنده. يضرك إذا قلت ابني عدل؟ يضرك بشيء؟ يضرني لأنه ماخذ مشاعرك وهو ميت، وما تردين تصدقين إنه هو ميت. لا فوقاها ترديني أنا أصدق إنه خليل حي يرزق. لا راسقي، بالرغم من قال لي أنت ما بيك شيء فهو مختصاص. أنت رادلك طبيب اختصاصي يرجعك لرشدك. ما أسمح لك تتهمني بالجنون، لا أنت ولا غيرك. ماكو مجنون يقول أنا مجنون راسقية. قال لي خليل، قال لي يما دير بالش من فؤاد وسان المعسول، يجي يوم ويقلب عليك. وجه هذا اليوم وشفته بعيني يا فؤاد. أولي عليك يما خليل، شجاني وما سمعت حكايتك، كان أنا هسه مو محتارة هالشكل. يابا كل هاي الثورة ضمتها بصدرك كل هاي الفترة. مو غريبة أسمع منك كلمة والله. أنا ما عندي مانع تنفيذ إرادة خليل وهو ميت حتى يرتاح بوضعه. وأبقي على نفس الجنون. قلبي تجيني
العمو عدنان. تسلم ايدك. ليش هو اكو اطيب واحلى من مي دجله؟ العافيه. الله يعافيك. اقول عمو، هو مرتاح بالفندق؟ يعني اكو واحد يقعد في البيت ويقعد بالفندق، زين هو ليش طلع عمو؟ يا معودة، هذا دلال دي يدلل عليك، بسيط، وداعتك انت وعيونك الا ازوجك انت، وهسه تشوفين. حقه عمو حقه، قابل ياخذ وحده مطلقه، حقه. لا مو حقه، وبعدين هم زين طلقتي من هذا مزاح. أنا طول عمري ما أرتاح له. يوميا مدميج، بليلة العرس خلاك ببدلة العرس تركضين بالعقد وندماية. هو هذا الرجال؟ شو أسوي يا عمو؟ غير أمي ظلمتني وانطتني إله، وهاي النتائج. إيه، هي هاي النتائج. أنا أدري بيكم أنت وماهر، واحد يحب الله من كنتوا صغار. كافي عمو كافي، لا تلحين بالحكي. خلي اروح انصب الشبك. يا الله، في مال الله. الله يرحمه. حب وحنين شوقنا وسط القلوب، حب وحنين ومن نحب نعشق ندوب، حب وحنين حب وحنين. ما نتغير ما ننسى الحب، احنا الطيبة انزرعت بينا، واللي يحب يا ناس يجرب، خلي يوصل ويشوف بعينه. قمر؟ قمر؟ وليش قمر؟ قمر؟ هاي يما. هاي شو تسوين بغرفة ماهر؟ جد انظفها، مو عم عدنان قال لي نظفيها. وبالليالي تنظفين قميرة؟ ليش يما، هو التنظيف إلى وقته؟ شوف أقول لك، حتى إذا عدنان قال لك نظفي الغرفة بعد ما تنظفيها، افتهمتي؟ اي يما افتهمت. يلا بشيل الغرفة يلا. اي رايحة للسجن. أكرم، أكرم، يعني ليل نهار طاب على أكرم. وش عليك انت يابا؟ خاف القسمة راح تصير وحسيب يكتب لك نص بالبيت. خلف الله عليك. هي أكرم، لك تقعد أثول. شو الصخم بأكرم؟ أكرم مو طلع وياك من الصبح؟ ولي هسه ما رجع؟ لا يا أبوي، قابل هو عنده بيت حتى يرجع له. روح شوفه بيعملها ويا أصدقائه اللي الله مطيح حظهم. لعل أنت تروح ويبقى أخوك العاق. قل لي يا أبا منير،
قول يا ابويا، قول لي شو اسوي لاخوك؟ انكسر ظهري. اهلا ام خليل، يا هلا ومرحبا. اهلا دكتور براق، أنا آسفة على اللي صار. ولا يهمك. خيرك شيء؟ عبالي ألقي فؤاد يمك. لا والله ما شفته اليوم. صاير شيء جديد؟ دكتور براق، أريد منك تقنع فؤاد يطلقني. قول يا الله ام خليل، يعني ما يتوصل للطلاق لا سامح الله بيناتكم؟ لا وصلت للطلاق. بصراحة زواجي من فؤاد غلطة، لازم أصلح هاي الغلطة. ورا كل هاي العشرة وهاي السنين اللي قضيتوها سوا تعتبرين زواجك بيه غلطة؟ أم خليل ترى فؤاد ما عنده غيرك. عنده ما عنده هذا موضوع يخصه. قنعه خليه يطلقني، أحسن ما عايش وياي قوة بتركيا. خليه يطلق ويرجع لندن أحسن له. شلونك يابا؟ مشتاق لك. قبل لا تحكي أي كلمة، ترجع للبيت لو لا؟ البيت اللي طلعت منه وما نعرف ليش. لا يابا ما أرجع. لا عاد روح منا يابا. الله يخليك افهمني، ترى أنا مجبور طلعت من البيت وأقعد بفندق. شوف ماهر، قدامك ساعتين، إذا ما ترجع وبيدك جنطتك اللي طلعت بها من البيت لا تشوفني وجهك. افتهمت يو لا؟ يابا الله يخليك اسمعني. ما اسمع. فؤاد، أنت تعرف أنا ما كنت رايدة غيرك، بس من إجا خليل وقال لي ما تتزوجين قبل زواجنا بيومين، قلت له لا خليل، أنا ما أقبل الناس تحكي علي، شو يقولون علي؟ وأنت هم لازم ما ترضى. قال لي خلص، لا أني ابنك ولا أنت أمي، وشال روحه وراح للناصرية. فؤاد، أنا وديت ابني بإيدي، كل اللي صار بي أنا سببه. وليش ما قلتي لي من الأول راسقين؟ ليش؟ كنت أتصور رح يرجع ندمان، أنا ما رد أخشن القلوب بيناتكم. وهسه ندمانة مو؟ لا، أنا ما أندم على شيء أسوي، بس ندمانة لأن خليت ابني يروح وما شلبت بيه. راسقين، أنا راح أتجاوز كل اللي حكيتي، وطبعا أنا أشكرك لأنه تزوجتيني، بس مو هنا المشكلة. المشكلة صار بيتنا جحيم، جحيم لأنه أنت تعتقدين ابنك حيرزق. حقك فؤاد تحكي هالشكل لأنه خليل مو ابنك. لو خليل ابنك كان حسيت بيا قبل ما تنزل دمعتي. حقك مو ابنك. خلف الله عليك، ورايتك بيضة،
جزاك الله ألف خير. عد ما أوصيك هم روح البراق وشكيله مني. مكتوب بقلوب المحبين، عيني يا عيني يا عيني يا هوى الناس، قداح وشموس وعصافير، مرات ياخذنا ياخذنا الهوى اثنين، ومرات تنسانا وقت تنسانا الدواوين، لكن هوانا لكن هوانا يا هوى الناس، مكتوب بقلوب المحبين، لك مكتوب بقلوب المحبين. هسه تمام، من شفت جنطتك ارتاحت. مشتاق لك يابا حبيبي. صوتك حلو يا معود صوتي ايش. تسلم. هاي بنص الشاط يصير حلو. قضيتها بين معتقلات وسجون واهوار. اقعد يابا اقعد اقعد اقعد. هاي بنص الشط يصير حلو. زين يابا انت ما تخاف من الحكومه؟ اولا شامر شباكك على جرفهم الممنوع، وثانيا تغني هوى الناس. هسه خلينا من الممنوع والمسموح. قل لي شنو اللي غير فكرك وخلاك تعوف الفندق وتجي للبيت؟ بصراحة يابا ما أقدر أفارقك، طول ما أنا بالفندق بس أفكر بيك وعيني متغمض. شوف ماهر، أنا عندي خوش فلوس وأقدر أشتري لك بيت هنا بالكرادة قريب علي، تروح وتجي. شو تقول؟ يابا أنا ما أتضايق من بيت درست بيه وكبرت ونجحت، بس بصراحة يابا إذا على أكرم خليها علي، أنا أقدر ألوي أذانه وما أخليه يسوي لك مشاكل. ترى أكرم خوش ولد وطيب، بس من يسكر يقوم يخربط. وإذا على قمر أنت بس انطقها للكلمة ومن باكر زفتكم. يابا قمر انتهت بالنسبة لي، يمكن كان أكو أمل قبل ما تتزوج، بس ورا ما تزوجت وطلقت صار موضوعها مستحيل. وشمال هذا مزاحم يوميا يجي للبيت وأكرم يخليه يدخل. يا ابني مزاحم ابن المنطقة،
وطول عمره يطب ويطلع للبيت. يعني إذا طلق قمر هو ما يطلق البيت. شلون حكي هذا يابا؟ شلون يصير يدخل للبيت وطليقته موجودة؟ أم قمر شلون تقبل؟ ما تخاف من حكي الناس؟ والله احنا نعرف قمر وأم قمر، الناس شلون؟ شفت ماهر؟ هذا حكيك مال واحد يغار على حبيبته. ما يخالف ما يخالف. أنا أحكي ويا مزاحم بالعين والأغاني، شو أسوي؟ أنا ما أريد أشوف خلقته وما أطيقه، بس أمرنا لله. يلا يا ابني يلا قوم قوم شيل البيت يلا. يا الله. لا لا براق، ما ادري ايش اقول لك. فؤاد، لا تخلي مشكلة قديمة بينك وبين رجال متوفي تأثر على علاقتك الزوجية. وأنا مثل ما افتهمت منك أنت متزوج عن طريق الحب. يا براق، شعورها بالذنب انعكس على حياتنا الزوجية. حاول أن تنتصر أستاذ فؤاد، هذا الجدل ما راح يوصلكم لأي نتيجة. أنا أنصحك وخذ نصيحة مني أن تسافرون للعراق. من راح تسافر للعراق راح تتغير هواي أمور. أنا مستغرب لحد الآن هي ما طلبت أرجعها للعراق. كان المفروض منها تقول لي رجعني للعراق حتى أدور على ابني. أنا أتوقع بالأيام الجاية راح تقول لك رجعني للعراق. وأني من سابع المستحيلات أرجع للعراق. ليش؟ براق، ترى العراق ما راح يستقر. أنا عندي أصدقاء من داخل العراق ومن خارج العراق يجيبوا لي أخبار العراق السياسية. أما أنت لا تخلي كل الثقة بالجبهة الوطنية، ترى الموضوع موضوع تصفوي. أنا بالنسبة لي تركت العمل السياسي. أهل الهور محتاجيني كطبيب مو كسياسي. أروح أفتح عيادة هناك بين أهلي وكل شيء ينتهي. زين، أنت شو وقت تسافر؟ السفارة رجعت لي أوراق الجامعة وتريد صحة الصدور. زين براق، أنت من كملت الماجستير هنا ليش ما أخذت شهادتك وياك؟ ليش اضطريت ترجع هسه حتى تأخذها؟ أنا كنت متأمل أبقى حتى أكمل الدكتوراه، بس ما قدرت أرجع لهنا لأن أنت تعرف الأسباب اللي صارت. المهم عفنا من هذا الموضوع أستاذ فؤاد. أنت عندك زوجة عندها قلب أم، واللي عندها قلب أم أكيد عندها قلب زوجة نقية ومخلصة ووفية. روح لها أستاذ فؤاد، روح لها، ترى هي محتاجتك. إن شاء الله. حسيب شو لي هسه سهران؟ لازم المحروس اكرم وسهرك اليوم. قسمت السادة والله انطاني ولد حتى ينشلع قلبي بيه. شو اسوي له؟ ما تقول لي شو اسوي له؟ ما عندي بعد شاب الا خلص عليه. مرمرني ولا بالله عليك تعال، شنو ذنبي أنا هسه قاعد أنتظر الأفندي؟ هو الله العالم ما أدري بيه، بيا ماي خانة بيا تله خانة. ابني ما فالح غير بس بطيح حال الحال، بس بطيح حال الحال. حسيب أنا راح أبقى هنا، عندي روحة للشاط أنصب الشبك. إذا تريد خذ راحتك ومن يجي أنا أحكي وياه. إيداد رحمة لأبيك، لأنه إذا إجا وأنا قاعد هنا ترى لو روحي لو روحه. وأنت يا ابني ماهر على بيك يابا، هذا البيت بيتك ابني، البيت بيتك، وإيش حد اللي يقول لك على عينك حاجب. تسلم عمو حسيب، بس يا ريت تدير بالك على نفسك وعلى أكرم، لأن أكرم صار شاب يعني بعد الضرب والإهانة ما تفيد. يعني أنا أقول له تحكي وياه بهدوء وتنصحه أكيد راح يسمع نصيحتك. منين أجيب الأحصاء بالهدوء؟ تقول لي منين؟
تصبحوا على خير يا أبا. تصبح على خير. على خير. الله يكون بعونك. يا الله. ماهر ابني روح لغرفتك ارتاح. يلا تصبح على خير. تصبح على خير.